اهلا بيكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. يعني حقيقه اسامه حسن ده واحد بيعمل تعصب في الرياضه المصريه، واللي زي ده بيطلع في البرامج ازاي؟ انا مش عارف والله العظيم. انا لغايه دلوقتي عايز اعرف ازاي بيطلع في البرامج وامام مشاهدين وبيعمل تعصب. اصلا هو بيعمل تعصب فتنه في الرياضه المصريه. اللي زي ده بيتكلم عن النادي الاهلي اكتر من نادي. هو شخص بيعمل تعصب فتنه في الرياضه المصريه، هو اصلا منبع للتعصب فتنه في الرياضه المصريه. فطبعا شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد. فطبعا هو بيحب يسير الجدل بكلامه انتوا تعصب فتنه، وبيحب الترند واللقطه. فطبعا حسام حسن طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي الاهلي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في المصريه. بيقول كلام، هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي الاهلي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد. فطبعا اسامه حسن طبعا هو ب 100 وش متنوم، ما عندوش شخص اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. تلاقيه هو منافق ومدلس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ملأ تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل له عقده من سنين لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى التعصب فتنه وحاجه غير محترمه. تعالوا شوف معايا كده. لما من فرقه من اربع فرق طلع الرابع على المستوى الفني زيرو. يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن كميه حقد وغل تجاه النادي الاهلي. الاهلي دايما يا اسامه حسن مربي لك الخفيف ومجننك وعامل لك مرض نفسي حقيقي بجد. لما يطلع يقول الاهلي عمل مربع مجموعات في كاس العالم للانديه وان الاهلي فنيا صفر. هو مين اللي فنيا صفر يا اسامه حسن؟ بتشوف لعيبتك الاول وشوف ناديك الاول يا اسامه حسن. على الاقل بيلعب في محافل عالميه، وانت بقى بتعمل ايه؟ انت ناديك فين؟ على الاقل اللي بيلعب محافل عالميه وبيعمل اداء يمكن اداء مشرف. انت بقى فين؟ يعني انت فين يا اسامه حسن؟ فنيا صفر. امال لعيبتكم ايه؟ ده صفر الصفر. يعني لعيبه الزمالك عندكم لعيبه صفر الصفر. فهو دايما بيحب بيتكلم، هو دايما على طول كده بيحب يتكلم عن النادي الاهلي اكتر من ناديه، دايما هو كده. فطبعا هو بيحب يسير، قلت لكم طبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام هو انتوا عطوا صفتنا. هو طبعا هو بيحب الترند واللقطه. طبعا حسام حسن طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالم. السلام عليكم. كل يوم رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.